السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. عدنا لكم بفيديو جديد. بشكركم جميعا بخص والشكر، بحطوا لي اللايك واشتركوا في قناتي واكتبوا لي أكثر من تعليق. ندعي الأخوان المستضعفين في كل مكان: غزة، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، السودان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم بلد الأردن وسوريا احفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، إنك سميع مجيب الدعاء. ولا ننسى أخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم نصرا عاجلا غير آجلا لإخواننا في غزة يا كريم. وخلونا نبدأ بهالفيديو يا حبايب قلبي انتو. موضوعنا الأول يا جماعة واللي هو فضيحة نور ستارز. طبعا يا جماعة نزلت نور ستارز على حسابها على الانستغرام بعض الصور إلها، وكانت فيها على الشط، وكانت طبعا لابسة فيها ملابس مش كويسة، والملابس كانت يعني جدا ضيقة. وأيضا الملابس يعني ملابسها الداخلية كانت باينة. فكل الناس في التعليقات صارت تتهجم عليها انه غلط عليك، انه ما بيصير هذا الكلام يا نور، وانه يعني ملابسك الداخلية مبينة. انتوا فاهمين شو يعني ملابس داخلية وهاي الامور. طبعا يا جماعة، أنا حابة اذكركم انه مرة انا طلعت وحكيت انه كريم بغار على نور. حكيت يا كريم لو انت فعليا بتغار على نور، بتغار عليها انك تظبط ملابس، هتخليها تظبط ملابس. ولكن انا برايي الغيره كلها تاعت كريم كلها كذب. وين غيره كريم؟ يعني خطيبتك، وين خطيبتك وبتخليها تطلع هيك؟ ولا وهي انت كيف بتقبلي على نفسك كمان انك تطلع في هاي الملابس؟ وين امك؟ يعني امك لازم تنبك. امك لابسه الحجاب ومتحجبه وبتقول قال الله وقال الرسول، ويعني امراه محترمه وانا بحبها جدا. ولكن وينها انها تقول لك لا يا نور عيب عليكي؟ فبتمنى يا نور انك تغيري من حالك، لانه انت مؤثرة وممكن انك تأثري في قلوب كثير اطفال وكثير بنات، حتى البنات الكبار ممكن تأثري فيهم. هي بيحكوا لك هاي نور ستارز لابسة زي هيك. فانتبهي يا نور على حالك وزبطي من نفسك، والله عيب. وجد يعني انت بتسيئي لبلدك، والله انت بتسيئي لبلدك يا نور. موضوعنا الثاني يا جماعة واللي هو حفلة عيد ميلاد ميلا بنت سيمان دوشاد وأجواء. طبعا يا جماعة كانت يعني امبارح كان حفلة عيد ميلاد ميلا بنت سيمان دوشيط، وطبعا عملوا لها احتفالية كانت كبيرة شوي. ولكن المعزومين كانوا يعني كانت الحفلة على الضيق، أو يعني العزومة كانت على الضيق. كانوا بس عبارة عن العائلة والمقربين لسيمان دوشاهد، وأيضا يعني أطفال صغار من يعني أصحاب ميلا أيضا كانوا متواجدين، هو يعني أطفال صغار. طبعا كانوا من العائلة الموجودين هم بس يعني عائلة عمارة. كانت نارين ورامي وأسامة وشيرين، وكانت سيدرا، وكانت أمهم، وأيضا شير وشهد وجلال. وكانوا يعني كلهم العائلة كلها كانت متواجدة، حتى يعني الأصهرة يعني أسامة ورامي أيضا كانوا متواجدين في الحفلة. شفنا كمان الأجواء كانت حلوة. كانت عبارة عن تصوير. وطبعا يعني من الأجواء الحلوة ومن الأشياء اللطيفة اللي شفناها إنه كانت نارين بتعلم في ميلا وصاحبتها يعني أطفال صغار كانوا هم كيف يرقصوا. فكانت نارين قاعدة بتهز قدامهم. أنا يعني شوف يا نارين، هو أنا ضحكت على فكرة، أنا يعني ضحكت على المقطع اللي أنا شفته. ولكن يا نارين علميهم أشياء أفيد، فهمتي علي أنت؟ علميهم أشياء أفيد يعني. أوكي. يعني أجواء وحفلة وخلاص عادي، ما في أشياء أعلمهم الرقص صح، بس علميهم أفيد. ولكن هو فيديو يعني مضحك جميل. وأنا بحب نارين لما هيك بتكون يعني ما بحسها كثير مثل بعض الناس هيك بيكونوا أكابر قدام الكاميرا وخلف الكواليس يا لطيف. ولكن أشوي يعني أنا بحب طبيعة نارين فكاهية، برافو عليها. ولكن أنا بقولها علميهم يعني أفيد شوي. حتى سيدرا شفنا كمان راقص نارين وشيرين كان مولع في الحفلة. شفنا الستوريات اللي نزلها أسامة. وطبعا يعني كانت عبارة عن أجواء كلها رقص وحفل يعني كلها كانت أجواء حفلات العيد الميلاد اللي إحنا متعودين عليها. ما بقول غير العمر كله يا ميلا. الله يوفقك ويحفظك ويخليكي لأبوك وأمك يا رب. وإن شاء الله يعني بتصيري اللي أنتي بدك إياه، مهندسة أو دكتورة. موضوعنا الثالث يا جماعة واللي هو مرض عفراء بالسرطان. طبعا يا جماعة لا تعلموا إنه قبل سنتين 3 سنوات كنا نعرف إنه عفراء كانت، طبعا قناة عالم عفراء يا جماعة، كانت تلبس باروكة. وهي حكت، واحنا دائما كنا نحكي لها ليش حكت. كانت تقول انه انا شعري مريض او فيه مرض من هاي الامور. وكنا دائما نطلع ونقولها طب احكي لنا القصة، كانت ترفض.
وعلى فكرة هي ما كانت تحكي، يعني ما وضحت إنه كان يعني سبب إنها ما بتطلع شعرها بسبب إنه هو مريض أو فيه إشي. لا يا جماعة، إحنا اللي كنا نعرفه إنه عندها مشكلة، هي في شعرها عندها مشكلة، مش في جسمها بل في شعرها عندها مشكلة. وكانت تلبس باروكة، ولا كان عندنا إحنا إنه نخطر على بالنا إنه هي كان معها سرطان. ولكن يا جماعة طلعت علينا في فيديو امبارح، أنا جدا يعني الفيديو كان مكتوب عليه بس ادعولي، تأثرت جدا، إشي بيأثر فعليا. ورجت لنا وهي بتحلق في شعرها، وهي ما حكت يعني ما صرحت إنه تصريح كامل إنه هو سرطان، ولكن وضحت لنا بكل التوضيح إنه هي معها سرطان. حكت لنا ديروا بالكم على صحتكم من هاي الأمور. ما بقول لكم غير يا جماعة، فعليا ديروا بالكم على صحتكم، انتبهوا لكل إشي. دايما الصحة هي أهم إشي. فعلا يا عفرة أنت قلتيها صح، الصحة هي أهم إشي. إن كانت معك صحتك كنت مع كل الناس. حلقة شعرها يا جماعة، وفعليا كان يعني فيديو مؤثر جدا. ما بقول غير الله يشفيك يا عفرة ويعافيك يا رب، والله يقومك بالسلامة. ما بنتمنى لك غير كل الخير. انتي بنتي بتستاهلي. تعبتي، بتتعبي في محتواكي وبتتعبي في تقديمك. بنت يعني بتعجبني أيضا صورتها أمامنا، بتضحك ورغم كل اللي فيها بس إنها لسه بتضحك. الله يشافيك ويعافيك يا رب. موضوعنا الرابع يا جماعة، واللي هو أم بيسان تطرد محمود وبيسان ترفض محمود بسبب أغنيتها. طبعا يا جماعة تحليلاتي والفيديو الماضي اللي أنا قلته والله يا جماعة طلع صحيح 100%. لأنه اليوم بلشت القنوات الكبيرة من القنوات النقد الكبيرة جدا يا جماعة، طلعت بتصريحات عليهم بأنه فعليا بتأكد سبب أو بتأكد انفصالهم. طيب ولكن أنا ما حكيت لكم شو السبب، حكيت لكم لأنه هو سبب مش واضح عندي، ولكن اللي يتوضح لي إنهم منفصلين. ولكن طلعونا السبب يا جماعة كان، يعني أنا رسميا وبقول في هذا أنا يعني بأكد كلامهم. وليش بأكد كلامهم راح أحكي لكم. السبب يا جماعة كان إنه محمود حكى لبيسان إنه لا بطي صوري مع اللي غنت معه أغنيتها، آخر أغنية إلها، واللي هو المطرب فؤاد جنيد. فكان إنه غيران إنه يعني لا ظلي تطلعي معه لا ظلي تصوري معه من هاي الأمور. يعني صار بيناتهم مشكلة بسبب فؤاد جنيد. هذا اللي احنا توضح لنا. بيسان رفضت كلام محمود لأنه بيسان موقع بينها وبين فؤاد جنيد عقد وما تقدر إنها ترفضه. ولكن يا جماعة التدخل كان المدمر كان بسبب أم بيسان. أنا الآن يا جماعة أنا بدي أقول لأم بيسان، أم بيسان أنت والله يا جماعة هالامرأة هاي مش أم، بالنسبة لي مش أم. يعني جد أنت بتخلي بنتك تطلق حبيبة مشان المصاري؟ شو مالك؟ هاي الأم عندها أهم شيء المصاري. شو ما تسوي بنتها شو ما تعمل، المهم مصاري، في مصاري. يخرب بيت العيش اللي انت فيها، يخرب بيت العيش اللي انت فيها. فراحت وحكت لبيسان انه اتركي محمود، وراحت على محمود وطلبت منه انه يتركها. حكت له انت شخص فاشل وما بتعيش مع بنتي، وطلبت من بيسان خلاص تنهي العلاقة. وفعليا محمود لما شاف هيك طبيعة أم بيسان وشاف الوجه الثاني إلها أو القناع اللي كانت لابسيته لما شلحته، وشاف وجهها الثاني والوجه الحقيقي، فراح بسرعة وراح طلق بيسان أو انفصل عن بيسان. أنا بقول لمحمود برافو عليك وما بدك إياهم، لأنه فعليا أنت قاعد بتتعامل مع امرأة بدها مصاري، وبنتها ما راح تقدر ترفض. يعني لو بيسان كانت كويسة، أنا بحس بيسان كانت كويسة، أو بيسان يعني ما بدها تترك، يعني لا بدها تترك جواني كانت، ولا بدها تترك أنس، ولا بدها تتركك، ولكن وراها شخص عبارة عن أفعى هو اللي قاعد بمشيها مشان المصاري. فأنا بقولها ممكن المصاري ما تدوم لها، ولكن خطيبها أو جوزها راح يظل دايمين إلها. فأنتي فعليا قاعدة بتخربي على بنتك، وما بعرف أنا شو بدي أقول لك. ولكن والله يا جماعة أنا انصدمت، ولكن أنا بتأكد من صحة الكلام، لأنه فعليا يا جماعة هذا الأمر ما صار إلا بعد أغنيتها. بعد ما نزلت هاي الأغنية واشتهرت وضربت وصرنا نشوف فؤاد جنيد وبيسان شو اسمه تم إعلان الانفصال بيناتهم. فيعني الله يستر يا جماعة، وبتمنى الكل إنهم يدعوا ربنا يعني يبعدنا عن الامرأة مثل أم بيسان. الله يبعدنا عنها وما يورجينا إياها، والله الله لا يورجينا إياها. موضوعنا الخامس يا جماعة واللي هو مرض أم بيسان. يعني على سيرتنا إنه مرض أم بيسان، طبعا يا جماعة نوار
طلع علينا في ستوري كان بيحكي إنه ماما قاعدة تعمل تحاليل، وماما يعني كذا وبتعمل تخطيط وما بتقدر إنها تتكلم، وطبعا قاعد يفرجينا فيها. أنا والله لما شفت الفيديو أول إشي خطر في بالي قلت يا أمي بسان أنتي تعبانة ومريضة ومش قادرة ولسه يعني بتسوي مشاكل. طب خلاص اتركي بنتك، يعني شوفي ممكن في دقيقة كل المصاري بتجمعها لبنتك أو أنت اللي جمعتيهن تصرفيهن على مرضك، تصرفيهن على مرضك على تعبك. فلا تعرفي، لا تحطي في بالك إنه المصاري دايمة. أنا بنصحك، ممكن أنا لما قلت لك حيي مش بقصد المعنى، ولكن بقصد إنه أنا فعليا يعني مش عاجبني تصرفك. لا تفكري إنه المصاري يوما من الأيام راح تدوم، المصاري رايحة والدنيا كلها رايحة. بقول لك عقلك في راسك تعرفي خلاص. موضوعنا السادس يا جماعة واللي هو مرض محمود. طبعا يا جماعة طلع علينا محمود كان عند الدكتور وبحكي فيها انه كان بتألم من معدته، كان عنده آلام كثيرة ومن هاي الأمور. فلما راح المستشفى حكوا انه معك جرثومة في المعدة. وطبعا طلعنا يعني كان الدكتور بيحكي لنا شو صار مع محمود. حكى انه هو تعبان شوي لانه تعرض لأزمات ممكن عصبية ونفسية، يعني نتج عنده هاي الأمراض ونتج عنده هاي الأمور. بقول له يعني فعليا هي الأمراض اللي كانت مع محمود كجرثومة، الجرثومة ما لها علاقة، ولكن يعني هو حكى عن أمراض ثانية، يعني التعب والإرهاق يعني الواحد اللي بحس حاله إنه خلاص دايخ من هاي الأمور، فعليا بتكون من الأزمات النفسية والعصبية. وحكوا إنه بسبب إنه الأزمة النفسية والعصبية كانت عنده بسبب انفصاله عن بيسان. واردة ممكن، لأنه أنا بعرف أو بشوف إنه محمود بحب بيسان كثير، ولكن يعني يا محمود أمهم أنت يعني الله بلاك في أم أو في مرت عم الله يعينك، أو في حماة الله يعينك عليها. وما بقول لك غير ألف سلامة عليك، ومعلش يعني بتروح بسنة بتيجي 10 بدالها. طولنا عليكم الفيديو، ولكن إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم. حبايب قلبي انتم بشكركم يا أغلى متابعين سندي في اليوتيوب، بحبكم كثير. لا تنسوني من اللايك والاشتراك في القناة وتكتبوا لي أكثر من تعليق. أهم شيء إنكم تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات لأنه جدا بيهمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.